المعسله المغربيه اللي كيحماق عليها الصغير والكبير لسان الطير كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت. سمعوا معايا القرمشه ديالو. اول حاجه كنحتاج في المكونات معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه. درت هنا كاس ديال الماء وغادي نخليو الخليط يغلى. من بعد ما كيغلى البنات كتصفيو. هذا هو الخليط اللي غتجمعوا به العجينه من بعد ما كيدفى. هنا عندي 4 كؤوس ديال دقيق الفورص، عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي نصف كيس ديال الخميره ديال الحلويات تقريبا 4 غرام، وعندي هنا 2 معالق كبار عامرين ديال الزبده الدائبه، وعندي كيس ديال سكر الفانيلا و2 معالق كبار عامرين ديال الزيت النباتيه. هنا كتبسبسوا الخليط ديالكم بهذه الطريقه كترملوه. من بعد هنا غادي نضيف عليه نصف كاس ديال الماء زهر ومعلقه ديال الخل وواحد صفار بيضه وداك الكاس ديال الماء اللي صاوبنا ديال النافع وحبه حلاوه اللي غنجمعوا به العجين. هنا البنات غتجمعوا العجينه ديالكم حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي كيكون الملمس ديالها رطب ولكن ما كتلتصقش في اليدين. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد كنديرها في واحد البلاستيك الغذائي وكنخليها ترتاح تقريبا نصف ساعه على الاقل البنات. لكن عندكم الوقت خليوها ساعه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كترتاح ليا العجينه كنقسمها على كرات. هنا البنات بالنسبه للكرات غنقسمها على 17 كره اللي كتكون صغيره. غنوريكم الحجم كيفاش كيكون. هنا كتقسموا العجين ديالكم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا كتحصلوا على 17 كره. والكرات البنات يكونوا صغار حيت باش يجيوكم رقاق. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد غادي ندوزوهم في النشا. هنا البنات غتستعنوا بالنشا، ضروري ان يكون عندكم النشا حيت هو اللي كيخلي العجين انه يجي مورق. هنا كيف ما كتشوفوا كتسرحوا العجين ديالكم بالمدلك بهذه الطريقه حتى كيولي السمك رقيق. بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا لي موضح في الفيديو. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا من بعد كتاخذوا اول وحده اللي سرحتو كتستعنوا هنا بشويه ديال زيت نباتيه وكتعاودوا تسرحوها في الورق بهذه الطريقه حتى كترقاق. من بعد كديروها في واحد كديروها في مقله اللي كتكون سخونه العافيه تكون مهيله بحال الشمعه غير كتنشف البنات. كتقلبوها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا ما كاملاش دقيقه. من بعد كتحيدوها ما تخليوهاش حتى طيب باش ما كتقطعش وكتبدا تفرتت. هنا خصكم غير تنشفوا العجين. من بعد كديروه في واحد كديروه في منديل وكتخليوه يعرق. من بعد هنا ما كنكمل كنبدا نلوي العجين بهذه الطريقه وكنلصق هنا بالدقيق ديال الفورص اللي خلطته مع شويه ديال الماء وكتسدوا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. كتاخذوا هنا المقص وكتميلوه الجنب وكتبداو تقطعوا. سهله العمليه. كنتمنى انني نكون شرحت لكم الطريقه وسمحوا لي الا كنت كنزرب في الفيديو راه حيت كاينين الاخوات اللي ما كيبغوش فيديوهات اللي يكونوا طوال. هنا وريتكم العسل اللي سبق ليا وشاركته معكم. هنا كتبداو تقليو فيهم في زيت اللي كتكون سخونه والعافيه تكون متوسطه في الاول حتى كتبان لكم انهم بداو كيشدوا في راسهم. من بعد البنات كتنقصوا العافيه اللي كتكون مهيله وكتخليهم يطيبوا على خاطرهم ومره كتبقاو تقلبوا فيهم حتى كيتحمروا بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ما تخليهمش عاوتاني يتحمروا بزاف غير يبانوا لكم انهم بداو يتشكلوا لون ذهبي. كتحيدوهم من الزيت. حاولوا انكم ما تجهدوش عليهم العافيه باش ما يتخطفوش ويبقاو معجنين في الداخل. ضروري ان العافيه تكون مهيله باش كيطيبوا على خاطرهم وكياخذوا هذا اللون. من بعد هما سخان كتسقطروهم مزيان من الزيت وكترميوهم في العسل. هنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه كديروهم في العسل وكتبداو ديروا العسل فوقهم بهذه الطريقه وكتخليوهم حتى كتقليو القليه الثانيه وكتحيدوهم من العسل وتحطوهم يستقطروا. صدقوني بلي كيجيو ناجحين وكيجيو لذاذ. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كنسقطر القليه الاولى كندير القليه الثانيه. هنا غنستمر حتى غنكمل كاع الكميه اللي عندي. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين مجعبين كيف ما كتشوفوا وكيجيو ناجحين ومقرمشين وغنقول لكم بالصحه والراحه.